اغلبيه مكاتب المحاماه اللي بيتخرج وينزل بيتمرن محدش هيعلمك حاجه. أنا عبده حنفي عبده، محامي شؤون قانونية في شركة. كنت خريج حقوق دفعة 2001. اشتغلت في مجال المحاماة لمدة 10 سنين. قعدت برضه حوالي فترة 12 سنة في مجال الشركات، مش كشؤون قانونية شركات، كشؤون إدارية، كتسويق، كمبيعات. وبعد كده جات لي الفرصة إن أنا أرجع لكاريري الأصلي، بس طبعا كنت محتاج فرصة إن أنا أعمل تنشيط، فعشان كده لجأت ل MBL. عملت لي طبعا ريفريش بشكل منظم كإجراءات وكتفكير في الموضوع وتنسيق شغل. ودبلومة BCLC طبعا ما كانتش بالنسبه لي مجرد علم، كانت احتكاك بخبرات مهمه من دكاتره ومستشارين ومن اساتذه شغالين في مكاتب محاماه كبيره. اكيد فادوني، اكيد حكوا لي مواقف زادوا من خبرتي في التعامل مع المواقف BCLC او MBL. يعني انا شايف ان هو بجانب شغل، لو هو بيتدرب في محاماه او شغال في مكتب محاماه، هيفيده جدا في التعامل كتير جدا، لان اغلبيه مكاتب المحاماه اللي بيتخرج وينزل بيتمرن محدش هيعلمك حاجه. فلا، انا ادور على اللي هيعلمني وهيديني خبرات وهيديني امكانيات اقدر اواجه بيها سوق العمل، ايا كان مجالي او ايا كان سني.